الأول بس بنبدأ إن إحنا بنقول لكابتن حسين لبيب ألف مليون سلام عليه. امبارح كان في وعكة صحية ونتمنى له الشفاء طبعا، والأطباء نصحوا إن هو ياخد راحة لمدة 6 أسابيع، ونتمنى له الشفاء وإن شاء الله يكون يعني نتمنى له الخير دايما. طبعا الأحداث كتيرة اللي موجودة على الساحة، في أحداث رياضية كتيرة، وطبعا كلنا منتظرين قرار لجنة التظلمات بخصوص ال3 نقط اللي هم عليهم المشكلة الكبيرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز. وأعتقد الموضوع يعني خلصان، يعني بالنسبة منتظرين كلنا بكرة المطشة اللي هي المباراتين اللي هم المهمين، مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي والبنك الأهلي. طبعا أكيد هيحددوا كتير ملامح كتيرة من القرار ومتخذ القرار، إن ممكن نتيجة المباريات ديت أكيد هتحدد كتير معالم وملامح الجولة الأخيرة يعني. فطبعا كلنا منتظرين نعرف النتيجة بكرة. فأكيد في أخبار كتيرة معانا، بس إحنا عشان يعني مدة البرنامج يعني فنختصر الموضوع. ومعانا نقاد رياضيين جامدين جدا النهاردة في برنامج، ومن الآخر كابتن كبير قوي محمد عبد الوهاب والكابتن أحمد صبري، ناس كرويين ورياضيين جدا، ويهمنا رأيهم برضو نسمع نشوف ايه بكرة الأهلي ايه استعداداته بكرة الماتش والزمالك وبيراميدز، وايه توقعاتهم للمطشة بكرة مبارياتين، لأن على أساسهم أكيد كتير الملامح الدوري هيبان وهيظهر أكتر وأكتر. فاسمحوا لي إن احنا نسأل المحلل الكبير محمد عبد الوهاب ونقول له ايه رأيك بكرة في المباراتين بتاع بكرة، وايه ملامح النادي الأهلي والتشكيل بتاعه وتوقعات المباراة بكرة، وناخد رأيه ونشوف يقول ايه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بمسي على جماهيرنا الكرام، وبمسي على الكابتن عادل حسن وبرنامج من الآخر والكابتن أحمد صبري. بالنسبة لتوقعات بكرة إن شاء الله في ماتش الأهلي وسيراميكا، إن شاء الله الأهلي يفوز، والتشكيلة زي ما أنتم متوقعين بتاعت